السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة بدون بيض بدون حليب. هنعمل ألذ كيكة شوكولاتة هشة خفيفة مرتفعة، وكمان مكوناتها بسيطة جدا. هنعمل كمان ألذ صوص شوكولاتة بدون شوكولاتة. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير بتاعتنا. بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله وندخل على وصفتنا النهاردة. أنا في بولة معايا هبدأ إن أنا أحضر خليط المواد الجافة. في بولة معايا بدأت إن أنا أنزل ب3 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم بنص كوباية من الكاكاو الخام الأسباني، ونزلت كمان بباكت كده من الكيك شيف. يعني لو عندنا العبوة الكبيرة هتبقى معلقة كبيرة مليانة. وطبعا البيكنج باودر هو خميرة الحلويات اللي أنا استخدمتها دلوقتي. وفي الوقت ده كده نزلت بربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو أو صودا الخبز اللي هي بتاعة الطعمية، ونزلت كمان برشة من الملح الأبيض. وفي الوقت ده كده هبدأ إن أنا أقلب كده خليط المواد الجافة كله مع بعضه كده كويس جدا. وفي الوقت ده كده يبقى خليط المواد الجافة معايا جاهز. في الوقت ده كده بولة معايا هبدأ إن أنا أحضر خليط المواد السايلة. بدأت كده إن أنا أنزل كده بكوباية ونص من السكر الأبيض، نزلت عليه كده بكوبايتين من المية بدرجة حرارة المطبخ. وفي الوقت ده كده وبعد ما نزلت بكوبايتين من المية هبدأ ان انا انزل كده بنص كوباية من الزيت النباتي. وفي الوقت ده كده هبدأ ان انا انزل كده بباكت من الفانيليا كده بتدي ريحة جميلة جدا للكيك بتاعنا، مش يعني علشان الكيكة بتاعتنا ما فيهاش كده بيض يبقى مش نحط فانيليا. الفانيليا بتدي ريحة جميلة جدا. في الوقت ده كده وبالمضرب اليدوي بدأت كده ان انا اقلب كده المكونات كده كلها مع بعضها كويس جدا لحد ما السكر يدوب. اول ما السكر يدوب هوقف تقليب على طول. وفي الوقت ده كده السكر معايا داب وبقى الخليط معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. جبت معايا خليط المواد الجافة وبدأت كده في منخل ان انا انخله تاني. وده طبعا علشان انا ما نخلتش الكاكاو لما نزلت بيه كده على الدقيق، علشان طبعا الكاكاو بيبقى فيه كده تكتلات، ففي المصفى كده بنحاول ان احنا نفك كده التكتلات اللي بتبقى موجودة فيه. بن بننخل الكمية كلها بنفس الطريقة فوق الخليط المواد السايلة، مش بتاخد معانا أي وقت خالص. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا علشان طبعا بتدخل كده الهواء جوه الكيكة، فبتطلعها معانا هشة خفيفة مرتفعة وكمان مسام ضيقة. في الوقت ده كده هنزل بآخر إضافة معايا وهي معلقة صغيرة من القهوة، ودي طبعا بتبرز معانا كده طعم الشوكولاتة، أبدا مش طعمها بيبان في الكيكة. بالمضرب اليدوي كده وفي اتجاه واحد هبدأ كده ان انا اقلب كده المكونات كلها كده مع بعضها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. الكيك بتاعنا ده سهل جدا، يعني تحضريه كده في 5 دقايق بيكون جاهز معاكي. هنقلب كده الكيكة في اتجاه واحد، واول كده ما المكونات الجافة معايا تختفي هوقف تقليب على طول. وده شكل كده الكيكة. في الوقت ده كده هطلع معايا المضرب اليدوي وبسباتولا كده هبدأ ان انا اطمن ان مفيش اي مواد جافة عالقة معايا في قاع البولة. في الوقت ده كده وفي صينية كده مقاس 26 بدأت كده ان انا انزل بالكيكة بتاعتي. وطبعا الصينية انا بطنتها كده سمنة ودقيق، وممكن كمان زيت ودقيق او حتى زبدة ودقيق الموجود عندك. في الوقت ده كده نزلت كده بكمية الكيك بتاعي كله زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، اديتها كده معايا خبطتين على الرخامة، وبخلة كده او بعود شيش طاووق نبدأ ان احنا نعمل فيها كده حركات دائرية. وطبعا هدخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 رف أوسط، بتاخد كده معايا حوالي 40 دقيقة بتكون معايا تمام جدا. بنبدأ إن احنا نفتح عليها بعد مرور 35 دقيقة بالظبط، نبدأ إن احنا نتابعها. وطبعا مدة التسوية حسب درجة حرارة فرنك. في الوقت ده كده وفي طبق معايا بدأت إن أنا أنزل بمعلقتين من الكاكاو، يعني لو المعلقة مليانة يبقى معلقة ونص،
يعني لو المعلقة كده ممسوحة يبقى معلقتين. نزلت كمان عليهم بسكر أبيض، وطبعًا السكر بيكون حسب الرغبة، أنا نزلت كده بكام معلقة من السكر، وده طبعًا حسب ما حضرتِك كده بتحبي سكرِك إزاي. نزلت عليهم كده بربع كوباية من اللبن. اللبن أنا حابة إن صوص الشوكولاتة يبقى غني شوية، فنزلت باللبن. بيضبط معانا كده الصوص وبيخلّيه معانا تقيل، وبيبقى معايا بالسمك اللي حضرتِك شايفاه معايا. خلطته كده مع بعض الأول في البولة، وبعدين حطيته في دورق الخلاط، وبعد كده معايا نُص كوباية من الزيت، زوّدتها كده أثناء ما باخفق كده في الشوكولاتة بتاعتي. نزلت عليها كده بسرسوب ضعيف لحد كده ما الشوكولاتة معايا تقلت. ده شكل الكيك بعد أنا ما طلّعته كده من الفرن. شايفين معايا قد إيه هش خفيف؟ ما شاء الله، قوامه جميل جدًا. نزلت عليه كده بصوص الشوكولاتة اللي أنا عملته. ما شاء الله، صوص شوكولاتة كده لامع. نزلت بالكمية كلها، أنا عايزاه كده تبقى غرقانة شوكولاتة. وما شاء الله، من معلقتين كده ممسوحين من الكاكاو، عمل معايا كده ألذ صوص شوكولاتة، وبكمية كمان وفيرة جدًا. شايفين معايا الصوص قد إيه ما شاء الله جميل جدًا، وكمان بدون أي شوكولاتة. يعني كيكة كده اقتصادية جدًا. في الوقت ده كده نزلت بكمية الشوكولاتة كلها، وده بيكون شكلها معايا. اديتها كده معايا ايه، هزيت الصينية كده علشان طبعا الصوص معايا كده يبقى السطح كده الصوص يتساوى معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. وطبعا نقدر ان احنا نحطها في التلاجة شوية كده علشان تتماسك شوية، بس انا طبعا بدأت ان انا ازينها واقطعها على طول معاكم. ده كده بيبقى شكلها. ممكن تزينها بأي تزيين موجود عندك، زي الفرماسيل أو أي بونبون كده تقدري إن انتي تزيني بيه. أنا زينته بالبونبون اللي معايا ده، وطبعًا ده كان شكله معايا. اللهم بارك، والّا طعمه جميل جدًا. إن شاء الله لو جربتِ الكيكة دي مش هتفرقيها خالص على الكيكة اللي بنحط لها بيض ولبن. تعالوا مع بعض يالّا نبدأ إن إحنا نقطعها. ما شاء الله، كيكة هشة خفيفة، حاجة كده جميلة جدًا، زي كده السحابة. ما شاء الله، ده بيكون شكلها كده من جوه. ما شاء الله، اللهم بارك. أتمنى إن انتي تجربيها بنفس الطريقة، وإن شاء الله لو جربتيها بنفس الطريقة هتعتمديها على طول. وده بيكون شكلها كده معايا، الكيكة كده غرقانة بصوص الشوكولاتة الجميل اللي حضرناه مع بعض. ما شاء الله، اللهم بارك، كده جميلة جدا. تعالوا كده يلا مع بعض نبدأ إن احنا نشوف كده الكيك بتاعنا من جوه، ونشوف كده قد ايه هو هش خفيف قطني، حاجة كده اللهم بارك. وده بيكون كده شكل الكيك. شايفين معايا قد ايه مرتفع وهش؟ ما شاء الله. في الوقت ده كده تعالوا يلا مع بعض كده نشوف شكل الكيك كده بتاعنا، ونشوف كده شكله من جوه. اللهم بارك. ده بيكون شكله كده من جوه. ما شاء الله، كيكة جميلة جدا. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبيلي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.